ايه رأيك تعمل رجيم من غير مواعيد، من غير التزام في المواعيد، من غير كميات في الجرامات معينة؟ ودي تقريبا اكتر مشاكل بتواجه كل الناس اللي بتعمل رجيم او عايزة تنزل وزنها، في المواعيد وفي الجرامات وعدد الاكل وكمية الاكل اللي احنا بناكله. في الحلقة دي هعرفكم ازاي من غير ما يبقى في رجيم وفي رولز تمشي عليها بدقة عشان الرجيم بتاعك ينجح. ودي اكتر الاسباب اللي بتفشل اي رجيم مع اي حد، ان هو لما ما بيلتزمش بالوقت والمواعيد بتاعته بسبب شغله وبسبب دراسته، وفي نفس الوقت ما بيلتزمش بالكميات، فبيحصل نوع من انواع الاحباط ويحس انه ماشي غلط فيسيب الرجيم بتاعه ويبوظ الدنيا تاني ويرجع تاني من الاول. في الحلقه دي هقول لكم على طريقه لسه نازله بقالها فتره واتعمل عليها ابحاث كتير، وانا عن نفسي جربتها فتره قليله وجابت معايا نتيجه حلوه جدا جدا جدا. الحاجه اللي انا هقولها دي ليها مميزات كتير جدا. اول حاجه بتسد الشهيه، يعني بتديك احساس بالشبع طول اليوم، ودي برضو من مشاكل الرجيم. تاني حاجة ان هي بتحافظ على كتلتك العضلية بشكل كويس جدا، واللي انت بتنزله من وزنك بيبقى دهون مش عضلات، وهي دي الطريقة الصحيحة للتخسيس. رقم 3، انت نشاطك البدني والذهني طول اليوم كويس جدا. رقم 4، انت بتحول جسمك لمكنة حرق دهون فعليا من اول دقيقة انت بتصحى فيها من نومك لحد ما تنام. رقم 5، مفيش التزام بالمواعيد قوي، ومفيش عدد جرامات معين ان انا امشي عليه علشان خاطر افضل متقيد بالحاجتين دول. الحاجة اللي هنقولها او النظام اللي هنقوله هو سهل جدا بالنسبة لك وسهل تحقيقه ومش مكلف اي حد يعمله، ان كانت ظروف شغله او ظروف دراسته. ايه بقى الموضوع؟ بيقول لك في قاعده اسمها 3 في 3. دي قاعده جديده بدأوا يجربوها اليابانيين والاجانب بره، جابت معاهم نتائج كويسه جدا، اتعمل عليها ابحاث وفعلا ظهرت نتائج احسن من نتائج الرجيم التقليدي. طب كل اللي عليك تعمل ايه؟ تركز معايا في اللي هقوله وتطبق اللي هقوله، وان شاء الله توصل لنتيجه كويسه. واكتب لي في الكومنتس تحت انت وصلت لايه. اهلا وسهلا بيك في قناه معلومه صحتك. لو اول مره تتفرج علينا سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل حلقه بننزلها جديد. ولو الفيديو عجبك وان شاء الله هيعجبك، لايك وشير عشان يوصل لكل الناس. ايه بقى الموضوع ده؟ ركزوا معايا، هو الموضوع سهل وبسيط جدا. هي الفكره كويسه، تعالى بقى ايه نعرف ننفذها ازاي. يبتدي من اول ساعه انت بتصحى فيها او من اول دقيقه انت بتصحى فيها، ولا اللي اعتبر انك بتصحى الساعه 8 او 9 الصبح. فالتركه كلها او اللعب كله من 8 9 لحد الساعه 12 الظهر، اللي هم الثلاث اربع ساعات دول. نعمل فيهم ايه؟ اول ما بتقوم بتمشي 3000 خطوه، وانت رايح شغلك وانت رايحه دراستك. في ربة منزل او حاجة رايحة تودي ابنها المدرسة او بنتها المدرسة. طبعا بمناسبة دخول المدارس فالفيديو ده ممكن ينفع ناس كتير. طب انا هعد 3000 دقيقة وانا ماشي؟ لا، في ابلكيشنز كتير دلوقتي تنزلها بتعدلك الخطاوي اللي انت ماشيها. انا بقى مش عايز اخش في قصة ابلكيشنز واحسب واعد والكلام ده كله. اعمل ايه؟ امشي 15 دقيقة الصبح. امشي 15 دقيقة الصبح بس بوتيرة سريعة، بوتيره سريعه مش وتيره بطيئه. ولو حاسس ان انت مش هتقدر تكمل 15 دقيقه مشي بوتيره سريعه، تعمل ايه؟ تعمل نظام زي الكارديو. هنعلي الريت قوي بعدين ننزله. يعني هتمشي دقيقتين سرعه جدا وبعدين دقيقه بطيء، دقيقتين سرعه جدا وبعدين دقيقه بطيء، دقيقتين سرعه جدا وبعدين دقيقه بطيء. تعلي الريت وتنزل الريت، تعلي الريت وتنزل الريت. هنا هتحرق كميه دهون يعني ممتازه، بالذات فتره الصبح دي وانت هتكون لسه ما فطرتش ولسه ما عملتش اي حاجه. رقم 2، خلصت المشي بتاعك ورجعت البيت هتعمل ايه؟ او رحت شغلك، هتشرب تلت كمية المية اللي انت المفروض تشربها كل يوم. على سبيل المثال هتشرب 3 لتر، يبقى هتشرب لتر منهم على مدار التلات اربع ساعات بتوع الصبح بعد المشي. خلصت مشي وخلصت شرب المية بتاعي، وطبعا اشربهم على مدار ساعة او ساعة ونص، يعني مينفعش اشرب لتر مية مرة واحدة. بعد ما شربت هعمل ايه؟ هتاكل 30 جرام بروتين اي نوع، بس يفضل ان يكون كامل الاحماض الامينيه، يعني يفضل يكون حيواني، يعني جبنه قريش، بيض مسلوق، صدور فراخ، لبن. المهم انك تاخد 30 جرام بروتين. يبقى احنا قمنا الصبح مشينا علينا الحرق جدا، تمام، قللنا سكر الدم. رقم 2، شربنا كميه ميه ترطب بشرتنا وتساعد على حرق الدهون، تخلي الدورة الدموية تشتغل كويس وما تخليش عندك امساك لو انت من الناس اللي بيحصل لك امساك وانت بتعمل رجيم. رقم 3، خدت نسبة بروتين حلوة جدا بتساعدك على الشبع وبتحافظ على الكتلة العضلية بتاعتك وبتحافظ على تركيزك وانك تفضل طول اليوم تمام وما عندكش اي مشكلة. طب خلصنا الكلام ده لحد الساعة 12، اعمل ايه بعد الساعة 12؟ في ناس بتتكلم عن الفيديو ده وبتقطع هنا وبتكمل لك في فيديو تاني. انا محبتش اعمل كده عشان تاخد المعلومة كلها كاملة على بعض، بس انك تطبقها كلها على بعض. اعمل ايه بقى بعد الساعة 12؟ بعد الساعة 12 انت هتبقى لسه واكل ال 30 جرام بروتين.
هنبدأ بقى نقسم مثلا من الساعة 2 بعدها بساعتين أو ب3 ساعات هنبدأ ناكل وجبتين، هنسميها وجبة غدا أو وجبة عشاء أو الوجبة الأولى والوجبة التانية. الوجبة الأولى هتبقى لو هنقسم الطبق بتاعنا 100% أو الوجبة بتاعتنا 100% هنقسمها ل3 حاجات. خضروات يعني خضار سوتيه والكلام ده هيبقى نص الكمية اللي انت هتاكلها، وربع بروتين وربع كربوهيدرات. ويا ريت الكربوهيدرات يكون رز مسلوق، يكون بطاطس مسلوقة، ما يكونش حاجات فيها مقليات. بعد كده هتعشى قبل النوم بساعتين او ب3. العشاء بتاعي هيكون عبارة عن طبق سلطة جبنة قريش او علبة زبادي يوناني معاهم ثمرة فاكهة بس، واكمل كمية المية اللي انا شربتها في اليوم ومش هعمل اي حاجة تاني. قدرت اعمل 5 دقايق 10 دقايق شوية رياضة تاني في نص اليوم تمام، ما قدرتش خلاص مفيش مشكلة. عملنا الفكرة ونفذناها بشكل ممتاز. هتعمل ايه بقى؟ هتوزن قبل ما تبتدي في الموضوع ده وتشوف رينج الوزن اللي انت كنت بتنزله قبل كده كان قد ايه، وفي نفس الظروف اللي انت كتوقيت وزنت فيه مثلا بعد شهر في نفس التوقيت بنفس الظروف هتعمل كده وتشوف نفسك نزلت قد ايه. واكتب لي تحت في الكومنتات وصلت لقد ايه وكان وزنك كام. ولو محتاجين اي حاجه تعرفوها او نتكلم عن اي موضوع معين اكتبوا لي تحت في الكومنتس تحت بقراها كلها وارد عليكم. واتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا في الحلقه، تكونوا عملت لايك وشير الفيديو عشان كل الناس تستفاد، وتكون اشتركت وفعلت زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل حلقه بنزلها جديد. كان معاكم كابتن عمرو خالد، سلام.